مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم بحلقه جديده من حلقه سوالف بيبي، هاي السوالف الحلوه الممتعه. هلا بيبي، شلونك؟ زين الحمد لله حبيبي، اشكرك الله يخليك. بيبي، بالحلقه الماضيه حطيت بوست للمشاهدين حتى يسالون حضرتك كم سؤال. نعم. اسئله مختلفه. نعم. فيعني اجاني كم سؤال من المشاهدين، حبوا يسالوا لك اياه. نبلش بالاسئله؟ تفضل بلش، اهلا وسهلا. السؤال الاول من نزار علي، يقول ايش قد عمر بيبي ووين عايشه؟ حبيبي نزار، عمري اني 83 و11، يعني قبل يومين دخلت بال84، واني حاليا عايشه بالامارات العربيه. سؤال من مستر امير، يقول بيبي انت همين جايه للبصره، وشلون هالبصره قبل؟ اني جايه حبيبي للبصره، جايه للبصره سنه 69. البصرة الحقيقة هي يعني البصرة كانت بالأربعينات، احنا كنا ساكنين بالعمارة، فالبصرة كان لها اسم كبير بالأربعينات. يعني مثلا اللي يريد يتزوج يروح يجهز يروح للبصرة، اللي يريد مثلا طبيب يروح للبصرة. نسمع عن البصرة أنه يعني متطورة، مثل نادي الميناء، نادي الميناء مثلا برقص غربي. كان يعني بها البصرة يعني بالأربعينات يعني ملاهي يعني غربية، فكانوا بالكويت الشباب الصور من الكويت يجون للبصرة بالأربعينات، يجي الشباب من بالخميس والجمعة يقضيها بالبصرة. والبصرة كانت يعني ذاك الوقت كان الجيش الإنجليزي يعني، فكانت مثلا منتعشة بالميناء او اكو كان هم فندق البصرة، هذا فندق انجليزي. فكانت البصرة لها اسم يعني بالاربعينات، وحتى الى الخمسينات يعني العرايس اللي يردون يتزوجون يروحون للبصرة. لكن البصرة تأخرت، يعني مثلا انا من شفتها بالستينات الحقيقة كانت يعني ما متعمرة، يعني شوارع تمام مفتوحة، يعني مقاهي الحقيقة اكو مقاهي على يعني على الشط العرب، لكن مقاهي بدائية وحتى يعني مو نظيفة. وما عدا الفندق اللي كان يعني فندق هذا الفندق الوحيد كان بالبصرة، فندق على الطراز الانجليزي، فندق شط العرب، هذا على الطراز الانجليزي. يعني حتى اللي بيشتغلون الموظفين والعمال يحجون انجليزي، يعني حتى ذول العمال البصاروه. كل هذا بس. اما باقي الفنادق كانت فنادق يعني تعتبر درجه رابعه، والبصره يعني مو معموره، يعني مو معموره. مثلا اذا انا اخذ تطور من ال40 لل 69 بغداد تعمرت، حتى الموصل تعمرت، البصره لا. والبصره الحقيقه من وراء نقدر نقول من وراء السبعينات تاخرت، ما تقدمت يعني. نعم. بيبي، سؤال من علاء الساعدي، يقول بي صار لكم ايش قد من طلعتوا من العراق؟ حبيبي احنا صار لنا 2006 10 سنين حوالي من طلعنا من العراق. تمام. سؤال من الدكتورة دعاء السامرائي. تقول بيبي ربي يحفظك وشكرا على سوالفك الراقية، شنو برأيك نقدر نسوي هسه بحيث نرجع الحنية وحلاوة العلاقات الإنسانية مال أيام قبل؟ حبيبتي دكتورة دعاء، كلمة التسامح والحب، ننشر ثقافة الحب والتسامح، ننشرها بالطلاب الصغار بالروضة إلى الجامعة، ننشرها بالتلفزيون، ننشرها بالإذاعة، ننشرها. لكن حبيبتي أكو شيء واحد اللي أجرم بحق الفرد العراقي، الفرد العراقي داعش الإجرامية سوت يعني الأشياء المشى فيها من زمن جنكيز خان وهولاكو، يعني حرق الأشخاص، قتل الأشخاص، ذبح الأطفال، الاعتداء على النساء، حرق الممتلكات. هذا ما نقدر نسكت عليه، لازم المجرم ياخذ عقابه، لأنه المجرم لو نتركه بلا عقاب يظل يجرم.
والقرآن الكريم وصى العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. ما لم المجرم ياخذ جزاء المجرم الحقيقي اللي قتل وأراق الدماء وحرق الممتلكات، أما الباقين لا. الباقين يعني ننشر روح الحب، روح التسامح، روح العفو، الأشياء يعني البسيطة، الأشياء التافهة يعني، وترجع إن شاء الله المحبة. وتأكدي يا حبيبتي دكتورة دعاء، ترجع الأمور كما كانت بالعراق إن شاء الله. يوم ننتصر على داعش ونطرده من العراق. نعم إن شاء الله جيشنا وأولادنا محفوظين سالمين غانمين، اللي دي يحاربون في جبهات القتال في الحر وفي البرد. الله يحفظهم والله ينصرهم. من نطرد داعش من العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ونطرد هذا العدو اللي جانا من وراء الحدوث، صدقي كل الأمور ترجع زينة، ترجع المحبة ويرجع السلام ويرجع الطمأنينة للناس وإن شاء الله. بيبي سؤال من أحمد جولدن يقول شنو أفضل شيء كان متميز به زمنهم عن الوقت الحالي؟ يعني شيء موجود بذاك الزمن وما موجود بهذا. عزيزي أحمد، الموجود هو الأمن والسلام والاطمئنان. يعني كنا احنا شابات نطلع ساعان للسينما، يعني مثل الجوارين نلتم نروح للسينما الصيفي، نرجع الساعة 12، طريق أمين. حتى مرات يعني نركب بالباص مثلا نروح للكاظمية من بالطريق، يعني بهناك من نرجع بالباص بشارع رشيد، جاء يقول ترى هذا آخر باص، نرجع لبيوتنا. يعني كل شيء ما يعكر مزاجنا. وأنا قضيت سنين بالباص، يعني أركب بالباص من البوليس خانة إلى الباب المعظم للكلية، سنين يعني. وإحنا طبعا كنا سافرات، يعني الملابس قصيرة، الأكمام قصيرة، لكن كلمة غير لائقة ما سمعتها نهائيا قطعا طولة ركوبي بالباص. وإحنا كنا بالكلية العميد سوى يعني إلى الساعة 10 ل 11 مفتوحة الكلية، يعني الدراسة أيام خاصة أيام الامتحانات، وأرجع بالليل لبيتنا بالباص من باب المعظم إلى البوليس خانة. لكن يعني أمان، كأنما أنا دا أمشي بنص النهار، هيك أمان الدنيا. ويعني هو هذا طبعا أكو أحلى من الأمان، وإن شاء الله يرجع الأمان للعراق. بيبي السؤال الأخير من لينا كاظم تقول إذا أحد في ريعان شبابه دخل مشروع وخسر، يعني وخسر كل فلوسه ومديون بعد، شلون يقدر يتصرف بعدها وش يسوي؟ حبيبتي لينا الله يخليك، ادي لي التساؤم حبيبتي. الحياة هي كلها استمرارية، ليل ونهار، شتاء وصيف، ربيع وخريف، استمرارية حبيبتي. يعني أنت خسر يبدي مشروع، مو مشروع جديد، يبدي شغل جديد، يبدي موقع لعله هو أقل من موقع الأصلي، لكن المهم يبدي، لأن الحياة كلها استمرارية. تعرفين إيش وقت الفشل؟ الفشل من أختل بالغرفة وأسد الغرفة وما أشتغل، أقعد أقول هاي خلصت، انتهت الحياة. هذا الفشل، بس مو الفشل لأنه خسرت. يخسر واحد، يخسر ويربح ويخسر ويربح، والنهاية المثابر واللي آمن بالاستمرارية اللي هي الحياة كلها استمرارية، كلها استمرارية الحياة. يعني اللي آمن بهالشيء أكيد آخر شيء ينجح، لا محالة هذا. طيب بيبي لهنا خلصنا أسئلة المشاهدين لهذا اليوم. وشباب شكرا جزيلا لكل من سأل وكل من طرح مشكلته وطرح سؤاله إلى بيبي. وهسه احنا راح نبلش بالسوالف الجديدة الحلوة اللي ضامتها بيبي إلنا. بيبي ايش ضامت لنا اليوم سوالف؟ اليوم احكي لكم عن منطقة الكاظمية. نعم. منطقة الكاظمية يعني بالأربعينات أحكي لكم عليها، لأن احنا يعني عايشين ببغداد بس نروح للكاظمية دائما. فكنا بالأربعينات، يعني هاي أحكي لكم 42 43 نروح للكاظمية، يسموها القاريات. هي شنو القاري؟ ترام يعني، بس كانت تجر الخيول. فنركب من الجعافر توصلنا هاي القاريات إلى منطقة العطيفية.
طبعا ذاك الوقت ب 42 كان وقت الحرب العالمية الثانية والجيش البريطاني في بغداد، والجيش البريطاني كان معسكر بهذا الطريق بين الجعيفر وبين الكاظمية، يعني على ضفتي يعني على جهتي الشارع، اكو جهة النهر والجهة الأخرى الخيم مالت يعني الإنجليز. وشيء عادي يعني أنت تصعد مثلا بالترام هذا نسميه قاري، أشوف هديين ثلاثة رايحين هم يزورون الكاظم، موجود يعني هذا الشيء. فكنا نركب نروح نوصل منتصف المسافة بذاك الوقت، يعني كنا نسميها المنطقة. والمنطقة شنو؟ كانت عبارة عن قبور يعني مكشوفة، ويعني نعبر بها حتى ما متسيجة ولا اكو مسجد ولا اكو شيء. والمنطقة هي الحقيقة الآن هي جامع براثة، وهي بالوقت الحاضر جامع كبير، مئذنتين قديمتين، وهي بها البئر يعني اللي شرب من يسموه بئر الإمام علي، اللي شرب من الإمام علي رضي الله عنه. اللي هذا المنطقة براثة هي الحقيقة هو أصله دير، يعني أسسها راهب اسمه براثة. براثة معناها باللغة العربية الأرض الرخوة الحمراء. فهاي الأرض جامع دير براثة زار النبي دانيال والنبي إبراهيم عليهم السلام، وزار الإمام علي رضي الله عنه. الإمام علي من رجع من نهروان، يعني حارب الخوارج، رجع مع جيش كان 100,000 يعني نسمة الجيش. فهناك سأل أكو الراهب كان مسيحي حباب، سأل عن يعني منو، قال لهم للجنود منو يعني القائد مالتكم؟ قالوا للإمام علي. فصار فالجدل بين الإمام علي وبين هذا الراهب. هذا الراهب اقتنع بالدين الإسلامي وصار مسلم، وراح ويا الإمام علي للكوفة. ومن هذاك الوقت هذا الدير تحول إلى مسجد. وهذا المسجد سابقا بالأربعينات كان يعني هو مسجد، يعني ما كان مسيج ولا أصلا ما كان مسجد، هيك بس قبور بس نعرف هاي يسموها المنطقة يعني يدفنون بها أطفال. بس كانوا الناس هم لأنه بها بئر الإمام علي يروحوا لها بالمناسبات، يعني يشوف ناس يعني موجودين هناك يروحون يزوروها. طبعا الكاظمية يا سابقا يعني بالأربعينات أحكي على بيوتها، بيوت قديمة يعني وأزقة مثل بغداد، يعني بغداد كانت يعني بيوت قديمة وأزقة، والناس أكثرهم عايشين بالأزقة يعني. قليل الناس اللي عايشين مثل خارج بغداد، كذلك بالكاظمية يعني أكثرهم بالأزقة. فلكن أحكي لك على البيوت اللي بالكاظمية. البيوت اللي بالكاظمية تختلف عن مال بغداد. مثلا بالكاظمية البيوت أنا شفت بيوت قديمة يعني، وأتذكر أنه كانت بها سرداب. بغداد ما عندنا سراديب، بغداد إذا أكو سرداب 4 درجات مو أكثر يعني، لكن هناك بالكاظمية لا، بحيث تغطون باللحاف باردة يعني. وقسم من البيوت نص البيت أكو حوض، هواية بيوت أنا شفت بالكاظمية حوض. وبعدين بالكاظمية أكو قسم من البيوت يسموها براني ودخلاني. الدخلاني للأسرة والبراني يتأجر. شلون يتأجر؟ للزوار. تدري الكاظمية يجيها زوار من كل أنحاء العالم الإسلامي، من الهند، من إيران، من باكستان، من السعودية، من كل مكان. فذول يجون مو إلا وقت الزيارات، لا يجون يعني يزورون الإمام موسى الكاظم عليه السلام يعني بهيك أيام عادية. فذول يأجرون هذا البيت اللي يسموه براني، يكون مؤثث، وهذا مصدر رزق يعني مصدر رزق لأبو البيت والأهل الكاظمية. وأهل الكاظمية يعني يرتزقون هواية من الزيارة، لأن الكاظمية هو يعني مركز تجاري لكل العراق. لأنه ليش؟ لأنه من كل يعني العراق يجوا وعدد من الدول الإسلامية، فمركز تجاري رائع يعني هو هذا الكاظمية. ومن قبل يعني شوف الكل يبيع، أبو الكباب يبيع، أبو الطرش يبيع، أبو القماش يبيع، أبو الملاعب مال الأطفال يبيع، كل شيء هاي أوقات الزيارة. وحتى الخميس والجمعة، الخميس والجمعة هواية ناس يجون. يعني بالسبعينات انفتح بالكاظمية سوق كله أكشاك،
بعدين بالصدفة بالتسعينات دا أسولف وحدة بنية صديقتي من أهل الكاظمية، قالت لي تدرين المحل الفلاني والمحل الفلاني اللي صاحبه كان شي يبيع بكر، يبيع خيوط، يبيع دانتيلات. تقول لي هسه تدرين مليونير وعايش بلندن، يعني سوق تجاري ضخم. أعزائي أولادي وأحفادي، إن شاء الله يعني الحلقة القادمة أكمل لكم الجزء الثاني عن مدينة الكاظمية. إن شاء الله عجبكم هذا الجزء الأول. هاي الأشياء الذكريات اللي أتذكرها، وعفوا إذا أشياء نسيتها لأن هذا اللي أتذكر يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، لهنا انتهت حلقتنا السابعة من سوالف فيبي، هذه السوالف الحلوة الممتعة، وإن شاء الله نشوفكم بالحلقة الثامنة بإذن الله. مع السلامة.